الركن الثاني اللي عندنا في الاسلام واللي هي الصلاه واللي كتعتبر عماد الدين. على داك الشيء علاش الله كينادينا ليها من خلال الاذان 5 ديال المرات في اليوم. هذا الاذان اللي هو نفسه كيترفع في جميع مساجد المسلمين من القطب الشمالي حتى للقطب الجنوبي. اما في الديانه ديال التشيع فكل مؤذن يمكن ليه يأذن بالطريقه اللي قال ليه راسو هو وقانتو. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله. إن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. اما الا جينا نهضروا على الصلاه في حد ذاتها فحدث ولا حرج. انا بعدا غادي نسكت وخليهم هما يهضروا. أوقات الصلاة في القرآن الحكيم 3، مو 5 كما يتوهم جهلة أهل الخلاف، يصورون 5 أوقات أكو للصلاة، لا هي 3. انت لما تشتاق للصلاة صلي، اذا ما تشتاق اسبوع ما مشتاق للصلاة لا تصلي، وانا ادعو انه لا تصلي شهر لا تصلي، لان هاي الصلاة اللي تصليها هاي صلاة مضرة وشيطانية. أما هالشكل أنت تصلي الظهر بعدين تروح على شغلك وتروح تنام وتروح ما أدري بعدين تقوم مرة أخرى تصلي العصر، هذا لا استحباب فيه، هذا أمر مرجوح. فهم الجهلة دا يسوون هذا الشيء لأنهم ما رجعوا إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى يعرفون الحكم ها هنا شنو، ويتصورون هذا هو وقت الصلاة، ويشكلون على الشيعة ويقولون الشيعة يصلون صلاة العصر مثلا قبل وقتها وصلاة العشاء قبل وقتها، والحال هم الجهلة ما قارين القرآن الحكيم حتى يعرفون مواقيت الصلاة 3. الصلاة هذه وحدة من الأشياء اللي تضاعف أجر الصلاة. ياخذ عطر شوية يخلي على إيده. الرواية تقول صلاة ركعتين مع العطر أفضل من 70 ركعة من غير عطر. هذه من جملة التعقيبات المسنونة للصلوات، ولكن وأسفاه المسلمين ما ماشيين على هذه السنة. لازم بعد كل صلاة بصوت عالي، البقية هم يكررون وياه اللهم لعن أبا بكر وعمر، لازم يسوي، مو بس يقول إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا إلى آخره، لا. هذا السب واللعن يكون من أفضل العبادات عند الله، يكون في منزلة لا إله إلا الله، يكون في منزلة سبحان الله. وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بحول الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر يا خفي الألطاف. الله أكبر. الحمد لله. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لا سيما شيعة أمير المؤمنين في العراق وفي البحرين. اللهم ادفع عن المظلومين والمستضعفين شر الأشرار.